ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجه ما تنساش تشترك في القناه عشان نوصل 1000 مشترك قبل اخر الشهر. لو حبيت ان اكمل في سلسله افلام جيسون ستيتهم اكتب لي في كومنت. فيلمنا بيبدا باخويا وحبيب قلبي الضابط براند اللي بيصحى من النوم وبيشوف شويه شمامين بيلعبوا بالسكاكين، فبيقول لهم ايه يا معلمين؟ الكلام على مين؟ وبينزل فيهم ضرب من الشمال لليمين. طبعا الصحافه ما بتصدق وبتنزل الخبر وبتقول ان الشباب الابرياء دول اتعرضوا للضرب على ايد ضابط مخبول، فبيروح القسم عشان يثبت لهم ان الكلام منقول، وبتكون رتبته في الوقت ده رقيب، والشرطه بتقول ان وضعه مش كويس بسبب العنف اللي سببه ليهم. اول حاجه زرع اجهزه تنصت في مكتب رئيس الشرطه، وتاني حاجه ضرب مجرم في صاله بلياردو لحد ما كان هيموته. وبعدها الشباب دول بيقوم عليه وهو متعصب وبيقول له عارف المشكله فين يا حماده؟ ان دي الحاجه الوحيده اللي بعرف اعملها، ولو انا اتطردت من الشرطه اكيد هعمل حاجات مش هتعجبك. بعدها بيروح المكتب بتاعه، وبرضه رئيسه بيرمي الجرايد على المكتب وبيقول له خليت سيرتنا على كل لسان، اتهد بقى شويه وخليك بعيد عن الانظار وما تبقاش غبي وحمار. وفي شرطيه بتبقى راجعه من الشغل، فبيقابلها واحد مش باين منه حاجه، ومن غير اي مقدمات بيضربها بالنار ويطلع يجري وبيسيبها تنزل في الشارع لحد ما تموت. رئيس الشرطه بيكلم برانتو بيعرفه ان واحده من زميلاته اغتالت ولازم يروح حالا ويتصرف وياخد فرصته في القضيه دي. بنعرف بعدها ان المقتوله هي الشرطيه ساندرا بيتس مرات رئيس الشرطه. برانت بيروح والمساعدين بيعرفوه ان كان في شاهد، فبيروح عشان ياخد اقواله، وبيكون الشاهد ده اسمه انطوني. واول ما يشوف برانت بيقول له اهلا، انت بتجيش ليه؟ مش تبقى تيجي؟ بيطلع شاهد ما شافش حاجه، بيقول له ابو تقل دم امك ما بحبوش الواد ده. بنرجع للاسم، وبما ان المفتش العام زوجته متوفيه فبيرقوا الرقيب بورتر لمنصب مفتش الوكاله، وده بشكل مؤقت. ومع احترامي للجميع الاستاذ بورتر عجله، وما تسالنيش يعني ايه عجله. طبعا الكل بيضحك اول ما يعرفوا انه ولما الشرطيه فولز بتروح البيت بيخبط عليها عيل توتو كده اسمه جون، وبيبقى شكله مرعوب جدا من حاجه، ولما بتساله بيقول لها انه قتل واحد وانها لازم تساعده. بتقوله انها هتحقق في الموضوع الاول، ولو كان ميت ساعتها ساعد نفسك بنفسك، وبتطلب منه يروح وما يتحركش من البيت. وتاني يوم بتروح لبرانتو وبتطلب منه انه يساعدها، فبيعرفها على اسم واحد هيخلص لها الحوار ده. والمجرم المجنون اللي قتل الشرطيه بيتصل باعلامي اسمه هارولد تانلوب رئيس قسم الجرايم، وبيقول له انه عارف كل المعلومات عن قتل الشرطيه وانه يقدر يخليه مشهور جدا. والمجنون ده بيروح على ظابط وهو بيتكلم هارولد وبيقول له تختار 7 ولا 8؟ بيقول له 8. فبيقوم قتل الظابط وبيقول له انه هيقتل 8 ظباط زي ما هو اختار. وبكده المجنون ده قتل 2 من ظباط الشرطه لحد دلوقتي. برانت بياخد الطلقه اللي الظابط اتقتل بيها وبيروح لتاجر الاسلحه عشان يعرف مين اللي صاحب السلاح ده، وبيفضلوا يدوروا في الكاميرات لكن بيظهر دايما بظهره، لحد ما في واحد شبه جده غاندي كلم برانتو وقال له انه عارف معلومات عن القاتل ده، بس في المقابل المعلومات دي عاوز فلوس. برانت قال له طبعا. طب امال؟ وطلب اكل وعرف منه كل المعلومات. لا وكمان بدل ما يديله فلوس خلاه يدفع الحساب. خلص معاه وراح على نادي اسمه بيكوك الرياضي، ومن هناك عرف اسم الشخص ده. بعدها روح البيت لكنه معرفش ينام، على طول مشي وراح عند صاحبه بورتر وبيقول له انه مش فارق معاه اذا كان عجله ولا لا، المهم انه عاوز يساعده لانه مش عارف ينام. بيقول له كمان انه بيحترمه جدا ودي حاجه ما بيعملهاش مع ناس كتير. بورتر بيقول له انه لازم يرتاح وكل حاجه هترجع طبيعيه، لانه تعرض لضغط كتير جدا الفتره اللي فاتت بسبب حالات القتل اللي حصلت. وقبل ما يخلص كلام بيلاقيه نام، واول ما يصحى بيقولوا انه عنده شويه معلومات عن المختل ده، ومنها ان اسمه باري وايس، واثناء عمليه القتل بيصفر طول الوقت. وعلى طول بيروحوا هما الاثنين للمختل ده وبيخبطوا عليه لحد ما يفتح. بينزلوا يفتشوا البيت حته حته لكن ما بيلاقوش اي حاجه. وساعتها برانت بيقول له انه شافه قبل كده، وبنعرف ان هو ده المجرم اللي ضربه في صاله البلياردو، وبيقول له ما شاء الله عظمك لم تاني. وبعد ما يخرجوا من عنده برانت بيقول لبورتر انه راقبه كويس، وجده غاندو بيكون واقف بعيد وبيراقبهم، وكمان بيشوف باري وهو خارج فبيمشي وراه، وبيروح عند صناديق الزباله وبيدور فيها وبيلاقي عنوان باري رماه. وباري بيكون رايح يقتل ظابط كمان وبيمشي وراه، واول ما بيدخل بيته بيخبط عليه وبيحاول يقتله لكن الظابط بيضربه، وفي الاخر باري بيضربه بمطرقه لحد ما يموت وبيولع في البيت ويمشي. ولما المجنون ده بيطلع بيكلم الاعلاني هارولد وبيبلغه باللي حصل علشان يشهره زي ما قال، وبيقول له ان ليه لقب وهو بليتز. طبعا هارولد بيكون مبسوط جدا، وده لانه هيكون اول واحد يكتب عن الخبر. بعدها باري بيروح يخبي اثار القتل في عربيه قديمه ويمشي. ولما برانت بيروح القسم بنعرف اللي اتقتل ده هو المفتش العام روبرت، وكده نعرف ان كل اللي اتقتلوا من نفس مركز الشرطه اللي برانت فيه، يعني اللي عليه الدور واحد من المركز. وجده غاندي بيكون مراقب هاري وبيفتح العربيه اللي خبى فيها اثار الجريمه. بيستغل الفرصه وبيتصل على هارولد وبيقول انه يقدر يخليه يمسك بليتز لانه عارف اسمه الحقيقي وكمان شويه بهاريز توديه في داهيه. هارولد بيقول له اكيد مش هتعمل كده لوجه الله، عاوز كام؟ قال له 50,000 دولار. فبيضطر يوافق على كلامه عشان يتشهر اكتر. ولما برانت بيفحص الحاجات اللي لقوها بيلاقي اشاره مكتوب عليها نادي بيكوك، فبيتصل ويتاكد منهم اذا كان المفتش عضو في النادي ولا لا. بعدها فولز بتقابل محقق اسمه ستوكس عشان يخلص لها حوار الراجل اللي الواد قتله ده، ولما بتتكلم معاه بتعرف ان الراجل لسه عايش، ودي حاجه حصلت بعجوبه. وبيقول لها ان جون ده مجرم لكنها مصممه انه عيل صغير وغلط زي ما بيقولوا. وفي واحده من الموظفين بتقول لبرانت ان المفتش روبرت ما كانش عضو في النادي، وبيطلب منها انها تدور على شويه معلومات
لانه على الله حكايته مش بيعرف يتعامل مع الكمبيوتر. وجده غاندي بيكلم هارولد وبياخده يروحوا الجراج علشان يوري له ادله القتل بتاعه بليتز، لكن من حظه اللي شبه وشه ان بليتز كان واقف بعيد ومراقبهم. وبعد ما مشوا راح اخد الادله وخباها. ساعتها راحوا كافيه عشان هارولد يديله الفلوس اللي اتفقوا عليها، ولما بياخدها بيدخل الحمام يعدها جنيه جنيه ودولار دولار. بس زي ما قلت لكم حظه زي وشه، ما بيلحقش يتهنى وبيلاقي بليتز داخل عليه بيقول له والله يا عم قلت اسمك، والله يا عم ما تقتلنيش سيبني اعيش، معاك حشيش؟ وطبعا المجنون بيخلص عليه وبياخد الفلوس ويمشي. برانت وبورتر بيروح بيحققوا في القضيه، وهارولد بيقول لهم انه ما عملش حاجه وانه كان بيدور على دليل واتضحك عليه في الفلوس. وبعدين بيفتكروا انه دافع فلوس عشان دليل في عربيه وبيدي لهم العنوان، لكن بيروحوا مش بيلاقوا حاجه لان بليتز بيكون اخدها وخباها. وفولز بتخرج تاني مع ستوكس، بس المره دي بليتز بيكون مراقبهم وشكل كده الدور على فولز. في نفس الوقت برانت بيدور على اي معلومه او دليل، وبيقدر يجمع قائمه باسامي الضباط اللي سجنوا بليتز، وعرف فعلا انه بيقتلهم واحد واحد بالترتيب والدور على فولز. في الوقت ده ستوكس بيوصل فولز البيت ويمشي، وبرانت بيحاول يوصل لها عشان يحذرها من بليتز، لكنه بيكون وراه لسه هيقتلها. قامت واخداه وقع من على السلم. ساعتها الولد جون جه واتعلق فيه علشان ينقذ فولز، قام المجنون قتله وطلع جري. بعدها الشرطه بتيجي وكده برانت اتاكد انه باري وايس. ستوكس بيجي وبيسال عن فولز، بس بورتر بيزعله وبيحمله مسؤوليه اللي حصل بسبب انه كان معاها في الليله دي. فولز بتفوق وبتسال عن جون، لكن برانت بيقول لها انه مات على طول في وقتها. بس ايه اللي يخلي طفل زي ده يخاطر بحياته علشانك؟ قالت له لان انا اللي ربيته من وقت ما كان صغير، وانهم كانوا جيران وساعدها انها تبطل مخدرات، وبتترمي في حضنه وتفضل تعيط. برانت بيبقى متعصب فبياخد بورتر وبيكسروا الباب بتاع بليتز وبيدخلوا وبيشقلبوا البيت حته حته، لكنهم كالعاده مش بيلاقوا حاجه غير صوره قديمه كده، فبيقرروا انهم ينشروا صورته ويقولوا اسمه الحقيقي قدام الكل. وساعتها الفندق اللي المجنون قاعد فيه بيبلغ عنه. برانت بياخد القوات وبيروح علشان يقبض عليه، واول ما بيدخل بيلاقيه هرب، لكنه مش بيسيبه، بيفضل ينط من مبنى لمبنى وراه، بس المجنون بيكون سريع جدا. بيكمل جري وراه في الشارع لحد ما كانوا هيمسكوا عند الجسر، لكنه نط وقدر يجري منه ويدخل عند محطه القطر. وساعتها استخبى من برانت وكان مفكر انه هرب خلاص، لكن بيلاقي برانت في وشه. وساعتها الشرطه بتحاصره وبتقبض عليه، والاخبار بتاكد ان الشرطه قبضت على باري وايس. ولما بيبداوا يستجوبوه بيقول لهم انه عاوز محامي، واول ما المحامي بيجي بيقول لهم انه قدامهم 48 ساعه، ولو ما قدموش اي اتهام ضد موكله هيخرج معاه. ولما برانت بيخرج علشان يتكلم مع بورتر بيقول له انه باري حرق كل الادله اللي ممكن يستخدموها ضده، حتى الادله الجنائيه ما سابش وراه اي اثر، وبكده هيضطروا انهم يخرجوه. وفولز بتكون رجعت المخدرات تاني وشكلها عامل زي الكلب وهو طالع من الميه. ما علينا. برانت بعد ما خلاص عرف ان باري كده كده هيخرج، قرر انه يقول له كلمتين يخوفوه. دخل عليه وقال له انه كان ذكي جدا في اللي عمله لانه ما سابش دليل، لكنه هيبقى غبي لو خرج من هنا لانه في امان اكتر من بره. باري بيساله اذا كان اللي قتلهم دول اصحابه ولا لا، بيقول له انه عارف سبب اللي بيعمله ده، وده لانه كسر عظمه في صاله البلياردو، ومن ساعتها وهو بيغلى على نار هاديه. وزي ما قلنا مفيش دليل على انه عمل حاجه. توكس بيعرف ان فولز سرقت مخدرات من مروج المخدرات، وده معروف عنه انه خطير جدا. بيركب عربيته وبيكلم برانت وبيقول انه محتاج مساعده، ولما برانت بيجي بيدخلوا عليها وبتكون شاربه كل انواع استغفر الله اللي في الدنيا. بياخدوها يحموها علشان تفوق من اللي هي فيه. في نفس الوقت بيجهزوا باري عشان يخرج من السجن، وهو خارج بيقول لبرانت انه هيشوفه تاني. بعدها بيخرج قدام الكل وكانه كسب ماتش. ستوكس بيفضل مع فولز لحد ما حالتها تتحسن من القرف اللي اخدته. واليوم ده بتكون جنازه المحقق روبرتس وكل افراد الشرطه بتحضر جنازته. والمفاجاه ان باري متنكر في لبس ظابط وماشي بينهم، وبيفضل مراقب برانت، بس لما بتجيله مكالمه بيسيب الجنازه ويمشي. وساعتها باري بيخرج هو كمان ويمشي وراه. برانت بياخد عربيته ويمشي، وبرضه باري مش بيسيبه ويكمل ماشي وراه لحد ما يوصلوا الجراج. وبرانت بيختفي من قدامه، بيطلع فوق وبيفضل يدور عليه، واول ما يشوفه بيطلع وراه على السطح وبيقول له بص لي عاوز اشوف وشك وانا بفجر دماغك. ولما بيلف بيطلع بورتر، وساعتها برانت بيمسكه وينزل فيه ضرب. وبعد ما بيكسر كل حته فيه باري بيقول له انه هيقضيه وهيوصل الكلام ده للاعلام، بس برانت مش بيضيع الكلام وبيديله طلقه في نص دماغه من قدام. ومش بس كده، بيروح للصحفي هارولد وبيسيب عليه جوز كلاب بيعملوا منه كباب. وكده يبقى خلص فيلمنا يا شباب. ما تنساش اللايك والاشتراك واكتب لي رايك في كومنت. اشوفكم على خير.